لما بنيجي نتكلم في البورصة، الناس بيجي في دماغها فكرتين مشهورين قوي اتهرسوا في أفلام كتير. يا إما رجل أعمال غني انتحر أو اتجنن عشان خسر كل فلوسه في البورصة، أو واحد تاني ضربت معاه الحظ في السماء وبقى مليونير في يوم. وطبعا الاتنين سيناريوهات أفلام. لكن لما نيجي نتكلم على أرض الواقع، الناس اللي فاهمة في البورصة بتبقى ماشية بمبدأ اسمه الدايفرسيفيكيشن أو التنويع. هو مستحيل يروح يحط فلوسه كلها في سهم واحد أو في شركة واحدة ويا صابت يا خابت. لا، هو الطبيعي ان هو يوزع فلوسه ايا كان مبلغها كام على اكتر من سهم، على اكتر من شركه، على اكتر من صناعه، ودي مهمه جدا. يعني حاطط جزء من فلوسه في شركه ادويه، وجزء في شركه عقارات، وجزء في شركه مواصلات، وجزء في شركه سياحه، وهكذا. منوعها في شركات مختلفه وصناعات مختلفه. فمستحيل كل الشركات دي تخسر مع بعض. حتى لو حصلت ازمه معينه، هتلاقي دايما في شركات وصناعات بتكسب وشركات وصناعات بتخسر. في وقت كورونا مثلا لما كلنا قعدنا في البيت، في مجالات كانت بتخسر زي النقل والطيران والسياحة، الأسهم بتاعتهم كانت بتخسر. على عكس مجالات زي الأدوية والتجارة الإلكترونية والمواد الغذائية، الأسهم بتاعتهم كسبت وحققت أرباح كبيرة طول فترة كورونا. فأي حد عايز يستثمر في البورصة، اعمل حسابك إن المبلغ اللي معاك حتى لو 1000 جنيه توزعه على أكتر من سهم في أكتر من مجال، وساعتها هيبقى معاك محفظة استثمارية بتضم أكتر من شركة. أنا حسين النسر وهساعدك تكون ماني مانجر.